هو إيه بقى تطبيق ساندر ده؟ وبيعمل إيه برضه يعني أنا لسه ما فهمتش، وده مين أصلًا عشان أدّي له فلوسي وأأمّنه عليها، وبيكسّب بقى والّا أنت بتسوّق بالعمولة بقى وكده حركات الناس دي؟ لا يا عم عيب عليك، مش واثق فيّا والّا إيه؟ أيوه برضه حاجة تمام والّا برضه مغيّر اسم التداول عشان تقيس علينا بقى وتكسب أنت من ورانا فلوس؟ استنى بس استنى، هنعرف كل ده النهارده ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل، ولو أول مرّة تشوفنا تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان تتابع كل الجديد، ومعاكم مصطفى من قناة بلاك سانتا. واحدة واحدة كده مع بعض هاجيب لكم تاريخ الشركة ديّة إيه نظامها. مؤسس الشركة أحمد حمودة، وبالمناسبة ده كان مدير عام في شركة أوبر، يعني تخيّل أحمد حمودة ده كان مدير عام في شركة أوبر وسابها يعني ساب الشغل عشان يعمل مشروع حاجة زي ساندر ده مثلًا، تقريبًا حد لو وصل للمنصب دوّة بيلزق أساسًا فيه وخلاص بقى ممكن يموت فيه أساسًا حرفيًا، وخلاص قبضه كويس وعيشته كويسة، فخلاص هو مش محتاج حاجة تاني، عايز إيه تاني من الدنيا يعني أو ليه يعمل مشاريع بقى كل الفرهدة دي. وبالمناسبة كمان كان عامل بودكاست مع يوسف صبري، هاحط لك الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف، هيفيدك برضه، هيفيدك في التطبيق وتعرف مين أحمد حمودة دوّة عشان ممكن إيه، تزيد ثقة شوية. برنامج ثاندر ده بقى بيبقى عبارة عن وسيط بينك وبين سوق الأسهم والشركات، ولو ما تعرفش يعني إيه استثمار، هتعرف الفيديو اللي فات كنت شارحها لك هتلاقيه في الآي اللي هنا والآي اللي هنا، يبقى ارجع اتفرج عليه عشان هيفيدك. زي ما قُلت لك المرة اللي فاتت خلاص الحوار بقى بيمشي بتطبيق والدنيا بقت أسهل بكتير، ولو ما تعرفش التطبيق هتلاقيه تحت في صندوق الوصف، ابقى حمّله وكمّل معايا الفيديو. وقبل ما تتخض بقى وتفتكر إن أنا باسوّق عليك بقى وبانصب عليك زي الفيديوهات اللي قُلت لك عليها المرّة اللي فاتت، هو أنا بالمناسبة الرابط دوّة لو فعلًا أنت حمّلت منّه، أنا فعلًا هاكسب فلوس وفعلًا هتدعّمني عن طريقه، بس في نفس الوقت ما ينفعش أكسب منّه حاجة غير لو أنا جوّه التطبيق نفسه، غير التطبيقات اللي فاتت اللي أنا قُلت لك عليها. وأنت برضه ممكن لو دخلت تعرف تعمل نفس الرابط دوّة تعرف تخلّي ناس تحمّل التطبيق وكمان هتكسب أنت، بس واحدة، واحدة كده بقى مع بعض هنفهموا الدنيا ماشية إزاي، لإن برضه لو أنت مثلًا مش واثق في التطبيق شوية، أقول لك برضه إن التطبيق دوّة مش زي تطبيقات التداول اللي أنا قُلت لك عليها، لإن هنا البرنامج واخد تصاريح من البنك المركزي المصري ووزارة المالية رئيس سوق الأسهم في مصر. ليه بقى؟ لإن أنت هنا بتعمل تطبيق مصري، فطبعًا هنا تحت إدارة مصرية، فأنت هنا محمي 100% من إدارة مصرية، وتقدر كمان لو البرنامج ما جاش معاك سكة ولو يا عم لو نفترض لو سرقك، أنت ممكن تروح تبلّغ عليه عادي جدًا وهتاخد حقك، فأنت هنا هتحط فلوسك وأنت متأمن كمان، عكس التطبيقات التانية، التطبيقات كلّها كانت بتبقى برّه مصر وكانت بتبقى حرية تامة، ما فيش بقى أي تصريح ولا أي حاجة، وأنت بقى بتشتغل مع ناس ما تعرفهاش أساسًا، ولو اتسرقت أنت خلاص ما لكش حق وما تعرفش ترجّعه أصلًا. زي ما قُلت لك برضه الفيديوهين اللي فاتوا ابقى ارجع شوفهم عشان برضه هيفيدوك أوي، أوي، هتلاقيهم في الآي اللي هنا أو الآي اللي هنا. بداية التسجيل هنا زيها زي أي تطبيق بيتعامل مع البنك المركزي، هياخد بطاقتك وش وضهر، وهياخد صورة شخصية ليك، هيطلب منك تصوّر صورة سيلفي، وهياخد اسمك كامل، وهياخد رقمك القومي، وكل حاجة عنك تقريبًا، وطبعًا هنا عشان يعرف هويتك ويعرف كل حاجة عنك عشان يبقى مأمّنك وأنت داخل ما تعرفش تعمل حاجة كده والّا كده لو ناوي على حاجة يعني، وده برضه يدل على أمان التطبيق، وكمان تقدر تعمل باسورد جوّه التطبيق نفسه، عشان لو لا قدّر الله تليفونك اتسرق أو أي حاجة، لو عرف يفتح الباسورد الأساسي بتاع التليفون اللي برّه ما يقدرش يفتح الجهاز جوّه أو يفتح التطبيق جوّه، ويبقى لازم ليه باسورد تاني، فده برضه زيادة أمان ليك. خلاص بقى أنت هنا شغّلت الحساب وفعّلته، أنت هنا لسه ما فعّلتش اللي أنت هتستثمر بفلوس حقيقية، أنت هنا هيدخّلك بقى على حساب وهمي تقريبًا بحوالي 100,000 جنيه تقريبًا، وتخش بقى تشتري هنا وهنا وهنا، تجرّب بإيدك عشان تعرف أنت بتعمل إيه وتشتغل كويس، بس في نفس الوقت ما تغوّطش وتكتّر أوي عشان لو كسبت بجد هتتحسّر إن الفلوس دي مش هتجيبها تاني، وإن الفلوس دي وهمية 100% فبرضه مش هتكسب منها حاجة. تمام بقى إحنا هنا عايزين نفعّله الحساب بتاعنا وعايزين نشتغله بفلوس حقيقية، نعمله إيه؟ عندك هنا بيبقى في استمارة، ممكن تطبعها وتاخدها عندك وتبعتها بعد كده في البريد ومش عارف إيه، دي بوليكا ما لناش دعوة بيها، خلّيك في الخيار الأسهل. هنا بقى أنت ممكن تطلب العقد دوّة هييجي لك وهياخده منك تاني وكل ده من غير ولا جنيه رسوم، ده بيبقى عقد بينك وبين سوق الأسهم وبين سوق ساندر كمان، وكل ده بيبقى إيه، ورق كتير كده ابقى اقراه واتأكد منه بنفسك كمان. هياخدوا منك كده تقريبًا بتاع 5 إمضاءات حوالين الورق كله، هيبقى محددهم لك برضه هو وهيبقى مسهّل لك الدنيا على الآخر، مش هتبقى معقدة أوي. والصراحة التوصيل بقى هنا على حسب حظك، في اللي بياخده وهييجي لك كمان كام يوم ياخده منك، وفي اللي بياخده ويفضل يستناك تمضيه وأنت واقف وياخده منك بالمرّة وهو ماشي، على حسب بقى أنت هييجي لك مين. وفي نفس الوقت لو اتأخروا عليك شوية برضه عادي اعذرهم، كده الورق هييجي لك يعني ما تخافش، وممكن إيه تتأكد برضه إن أنت تطلب تاني أو تأكد على الخدمة بتاعتهم، إيه تسألهم يعني الورق جه والّا ما جاش وكده يعني فاهم، زيها زي أي سوق شحن عادي، بس في نفس الوقت أنت لسه ما بتدفعش ولا جنيه لحد دلوقتي. بعدها على طول هياخد منك الاستمارة وهيقعد كام يوم كده يقول لك يتم مراجعة الورق وكده، ممكن الحوار ده يتأخر بس مش دايمًا يعني.
وهيوصل لك رسالة مبروك أنت بقيت مستثمر رسمي في التطبيق وتقدر تستعمل بفلوس حقيقية. ها يلا بينا بقى نرمي تحويشة العمر كلها جوه؟ لا بقى، واحدة واحدة كده بقى، بطل غباء، كمل معايا الفيديو. أنت بقى دلوقتي بقيت ينفع تستثمر في أسهم الشركات وفي صناديق الاستثمارية. هنعمل إيه بقى؟ عندك هنا إيداع طبيعي خالص، ممكن تعمله عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق فوري، وكمان في فودافون كاش. واجدد حاجه دلوقتي لسه نازله انستا باي، وكل مدى بيسهلوا الحوار اكتر واكتر عشان يزودوا عدد الناس والدنيا تبقى سهله مش معقده زي ما انت فاكر. وطبعا استنى هنا، قبل ما تجرب اي حاجه خش على الويب سايت بتاعهم، هتلاقي حاجات تعليميه بالعبيط قوي. الصراحه الويب سايت بتاعهم جميل جدا ونضيف وسهل استعماله كمان. وهتلاقي نصايح كتير 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 عشان قبل ما تستثمر انت تبقى فاهم بتعمل ايه ومتعلم على الاقل شويه، واهم حاجه عندهم التعليم، والصراحه دي حاجه كويسه جدا. هتخش هتلاقي موسوعه ماليه كامله هتعجبك قوي الصراحه، هتلاقي الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف.